بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى النهاردة حاجة حلوة قوي ولذيذة، تنفع بقى فطار، تنفع عشاء، تنفع غدوة. انا عن نفسي عملتها غدا، كانت مشبعة جدا. فطار هنعملها كده في الطاسة على النار من فوق، مفيش بقى ولا فرن. العجينة بتاعتها بجد رهيبة والحشوة جميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. نبدأ كده في المكونات ونقول بسم الله. انا هنا جبت بقى طبق، حطيت فيه 4 كوبايات من الدقيق، حطيت فيه وعليهم معلقة من السكر، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والمكونات انا هسيبها لكم في الوصف كلها. بعد كده هقلب بقى المكونات اللي انا قلتلكوا عليها دي، وقمت رايحة حاطة عليها نص كوباية من الزيت. طبعا عندك زيت زيتون يبقى احسن، عندك زيت عادي، عندك من ده على ده حط. وهعجن بقى العجينة كده باللبن. عندك كده تبقى عاملة حسابك مثلا في كوباية ونص من اللبن. تبدأي تضيفي واحدة واحدة لغاية ما العجينة تلم معاكي، وتعجنيها عجينة حلوة. عجنيها كده حوالي 4 دقايق كده ولا حاجة. وفي نفس الطبق اللي احنا عجننا فيه بعد ما اتلمت كده نحط بقى نقطة زيت. مسحت بقى الطبق وحطيت العجينة وغطيتها، ودخلتها كده الفرن كده، لان هو يعني حابس الحرارة كده. سبتها بقى فيه كده تخمر وترتفع شوية. مش هنسيبها وقت طويل لغاية بس ما اخلص الحشوة بتاعتي، وهبدأ بقى اتعامل معاها. جبت هنا بقى طاسة، حطيت فيها معلقتين كده من الزيت عشان نبدأ نعمل الحشوة بتاعتنا زي ما انا قلت. حطيت فيها نص كيلو من اللحمة المفرومة، طبعا كانت مجمدة شوية، هتبدأ تفك على النار الواحد. حطيت عليها بصلاية كبيرة مقطعة، قطعت كده بصلاية هي تستوي متخافوش. عقبال لما اللحمة كده فكت كان البصلة دبل. قمت رايحة حاطة عليها فلفل اخضر وفلفل احمر مقطعة برضو مكعبات صغننة، واديتهم برضو تقليبة. وقمت رايحة ضايفة عليهم بقى الملح، وبرضو اديته كده تقليبة. وبعدين ضفت بقى الفلفل الاسود. طبعا كل ده على نار هادية كده عشان تاخد وتدي مع بعض وتستوي كويس. وضفت كمان معلقة متوسطة من بهارات اللحمة. لو ما عندكش بهارات لحمة حطي كمون، حطي بهارات، حطي البهارات اللي انتي حباها، اي حاجة عندك متوفرة حطيها. وقمت جايبة كده اللي هو المضرب ده، بدأت ان انا اهرسه كده عشان تبقى كلها ناعمة، ما يطلعليش فيها اي كتل. انت برضو بهرسة بطاطس بشوكة بأي حاجة هرسة. وقمت رايحة ضايفة لها معلقتين من الصلصة ونص كوباية من اللبن. طبعا لو عندك كريمة طهي يبقى افضل حطيها، انا ما كانش عندي، حطيت نص كوباية من اللبن ومعلقة من القشطة. وبعدين بقى بتسيبيها بقى تسبك كده مع بعضها، تاخد مثلا حوالي 7 دقايق لغاية ما تستوي كويس. زي ما انتوا شايفين كده منظرها، كانت شربت السوائل اللي فيها بس طرية كده، يعني شرب السوائل بس طرية. وهسيبها بقى اطفي عليها واسيبها بقى تبرد كويس، عقبال لما نجيب العجينة بتاعتنا ونشوف بقى هنقسمها ازاي. جبتها عملتها شكل مطول كده الاول، وبعدين هقسمها اول حاجة لتلات اجزاء، وجزئين منهم هقسمه ل4، وجزء هقسمه ل4. يعني هيبقى معايا 4 قطع كبار و4 كور صغيرين. اقسمهم زي ما انت بقى عايزة بقى، زي يعني بحسابات انهم يطلعوا في الاخر 4 كور كبار و4 كور صغيرين. هبدأ افرد من الكبيرة واحدة كده على شكل كده رغيف كده كبير، وافرد من الصغيرة واحدة برضو كويس. ما الفردة بقى ما تبقاش بقى ولا سميكة ولا رفيعة، متوسط، عشان ما تبقاش سميكة ما تستويش، وما تبقاش رفيعة فتقطع مني. الكبيرة بقى بقوم رايحة احط عليها جبنة، اختار الجبنة اللي انت عاوزاها. انا حطيت كان عندي شيدر وميكس وكده، حطيت منها. وحطيت 4 معالق كده من اللحمة فوقيها، والقطعة الصغيرة اللي احنا عملناها فردناها بقوم حطاها فوقيها. وابدأ ان انا اقفل الرغيف زي ما انتوا شايفين كده. بقفله بقى تقفيلة حلوة كده عشان ما يتفتحش في النار. بس كده، ويبقى كده الرغيف بتاعنا جاهز. هعمل معاك واحدة تانية اهو. بفرد اللي هو الكرة الكبيرة، وافرد كرة صغيرة. الكرة الكبيرة احط فيها رشة جبنة، واقوم رايحة حاطة فيها اللحمة، واحط الكرة الصغيرة اللي انا فردتها عليها فوقيها، وهكذا لغاية ما اعمل ال4 رغيف.
طبعا مش عايزة اقولكم ان انتوا ممكن تغيروا في الحشوة، ممكن تعملوها جبن بس، ممكن تعملوها بالفراخ، ممكن اي حاجة، بس بجد الحشوة دي طعمها خطيرة مش شبه الحواوشي خالص. طعمها في حتة تانية. وجبت بقى الطاسة كده، حطيت فيها حبة زيت وعلى نار بقى هادية، وابدأ بقى ان انا اسوي الرغيفة بقى بتاعتي، هتاخد لون من الجنب ده اقلبها واديها لون من الجنب التاني وهكذا. وده طبعا اللي انا طلعتهم وبدأت احط تاني وهكذا. طبعا انا كده فاتحاهم وقطعاهم، كنت بدوقهم منها، طعمها بصراحة خطيرة، واللي تطلع غطيها عشان تفضل كده طرية وفيها سنة قرمشة من بره. كده بقى وصلنا كده لاخر الفيديو. لو وصلت لغاية هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. طبعا النور كده قطع عليا وانا بصور اخر حتة، واستنوني الفيديوهات الجاية ان شاء الله. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.